اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا بقى يا حبايبي اما نعمل مع بعض النهاردة فرخة مشوية تحفة كده بجد. يعني اي حتة فرخة كده عايزة تاكليها ما تشبعيش منها، والتتبيلة كده غرقانة فيها، تتبيلة طعمها ظاهر أوي فيها كده وحلوة جدا جدا. ودي شعرية بالمكرونة متحمرة كده. حلوة أوي طعمها جميل مع الفراخ دي. شايفين حتة الفرخة بجد تحفة، وطعمها يعني حاجة تانية خالص خالص. والفرخة دايبة دوب كده، حقيقي دايبة دوب. والتتبيلة فيها بقى بصي من الآخر كده مش هتشبعي منها، ما تبقيش عايزة كده حتة الفرخة دي تخلص معاكي. بجد تحفة تحفة كده وطرية جدا جدا، وطعمها حلو أوي. والتتبيلة بتاعتها مميزة جدا جدا. أول حاجة كده معانا فرخة الحجم المناسب ليكي. بتقطعها كده زي ما انت شايفة. ديت الجناح كده بفصله عن بقية الربع كده بتاع الصدر، علشان دي بيعتبر كده مناب لوحده. حلوة كده لان الفرخة دي كان وزنها كويس يعني. فيبقى الجناح بتاعها فيه برضو كده حتة حلوة. بعد كده بقى بجيب الجهة كده من الصدر بقسمها اتنين. بتخليها كده بالراحة اتنين كده. وعلى فكرة ممكن في الوصفة دي برضو تعملي الفرخة كاملة على بعضها، بس انا كنت حابة انني يعني افتح الصدر كده علشان التتبيلة تبقى داخلة جواه كده ومتبل حلو أوي وطعم التتبيلة كده غرقان فيها كده وظاهر أوي. وحتة الفرخة كده دايبة دوب كده وحلوة جدا جدا كده. هو ان عملت الصدر على اتنين اهو زي ما انت شايفة. وديت العظمة دي كده مش هرميها ولا اي حاجة، هتشوفي دلوقتي انا هعمل فيها ايه. والصدر التاني برضو عملته اهو بنفس الطريقة. دي الحتة اللي هي بتبقى ناعمة دي خلاتها كده. ويعني ديت يعتبر بقوا 3. الحتة الناعمة ديت لوحدها بالعظمات بتاعتها كده بحالها برضو هسيبها زي ما هي كده. وديت الورك بقى بفتحه كده زي ما انت شايفة. الورك بفتحه كده زي ما انت شايفة اهو عشان التتبيلة برضو تدخل فيه اهو كده. على بتشرحيه كده حلو من كل جهة من فوق ومن تحت كده عشان يبقى برضو غرقان في التتبيلة كده. والورك التاني برضو كده على طول زي ما انت شايفة اهو. وزي ما قلتلك برضو ممكن تسيبيه الصدر بحاله وتشرحيه برضو زي الورك كده، وهيبقى برضو جميل. والتتبيلة برضو هتبقى داخلة فيه كده كله. كده الفرخة اهو قسمتها زي ما انت شايفة اهوت على يعني يعتبر 6 مش 4 بس، يعتبر 6. تعالوا بقى نشوف التتبيلة المميزة بتاعتنا الأول. دي علبة زبادي ومعلقتين زيت زيتون ومعلقة خل ومعلقتين صويا صوص. وهعصر ليمونة. بجد التتبيلة دي تحفة تحفة كده في الفراخ المشوية. هي ممكن يعني احلى فراخ مشوية ممكن تعملها بالتتبيلة دي. والبهارات بقى بصل وتوم باودر وبهارات فراخ وديت اللي انا حطيته في الكيس دي يعني 11 بهار كده. بيجي كده مع بيجي كده في الكيس على من العطار على طول. حلو قوي. وحطيت بس كل دي معلقة صغيرة ومعلقة ملح وبابريكا. هي دي البهارات اللي انا حطيتها. حطيت بصل وتوم باودر، وحطيت فلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا وال11 بهار دول. كل ده معلقة صغيرة، مفيش الا الملح بس حطيته معلقة كبيرة علشان ما بيتهاش في التلاجة ولا حاجة. دي يا دوب سبتها ساعة واحدة بس وحطيتها في الفرن على طول. انت ممكن تسيبها تعملها من بالليل، ممكن تسيبها اكتر من ساعتين 3. دي حاجة براحتك انت يعني. يعني حلاوة الوصفة دي ان انت لو مستعجلة ممكن تعملها في التتبيلة دي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بتاخدوا القطعة كده وبتقلبيها من الجنب دي للجنب دي علشان التتبيلة كده تدخل فيها كلها. زي ما انت شايفة اهو كل قطعة بتاخدها لوحدها كده وبتقلبيها في التتبيلة. والورك كده بتحاولي تدخلي فيه. تحط التتبيلة عليه كده. وطبعا لو بايدك تدلكيها كده بيه او بفرشة او حاجة. احنا كده خلاص خلصنا التتبيلة وهنغطيها بقى ونسيبها زي ما قلتلك ساعة او 2 او حاجة. دلوقتي كده عدى الوقت اللي انا سبتها فيه وهندخلها الفرن بقى. انا جبت صينية كده وحطيت فيها بصلتين 3 كده صغيرين، وقرن نص فلفلاية كده وطماطماية وورق لورا وحبهان. واحط فيها مية مغلية علشان ديت
هتبقى مرقة، وهحط فيها بقى بقية الفرخة بقى اللي هي الراس والرقبة والحاجة دي، وهتعمل مرقة جميلة خالص للي عايز بقى يعمل اللي عايز بقى يعمل ملوخية او يعمل خضار او حاجة هو نزلت كده فيها بقيت حاجة الفرخة كده طبعا بتبقى زي الفل وخسارة قوي. بتجيبي بقى الشبكة بتاعتك، اي شبكة عندك كده، مش شرط يعني. الشبكة دي كانت كبيرة جدا وزهقتني بجد طول التصوير، علشان كانت كبيرة قوي. يعني لو عندك شبكة اصغر من كده هتبقى احسن يعني، ومش شرط تكون مقفولة، ممكن تكون بس اللي هي جهة واحدة كده برضو بتمشي وبتبقى زي الفل. لو ما عندكش شبكة خالص وبرضو عايزة تعملي الطريقة دي، هتعمليها وتحطها في الصينية كده، وتزودي بس عليها مية كده بسيطة، وبتستوى برضو في التتبيلة دي وبتبقى تحفة كده نفس الطريقة. رصيت بقى الفراخ كده في الشبكة، لازم ادهن الشبكة كده زيت علشان الفراخ ما تلزقش فيها. وبعد كده بقى رصيت فيها الفراخ زي ما انت شايفه كده، ومعايا خضار اهو ان هرص برضو معاه كده، اللي عايز خضار مشوي كده برضو مع الفرخه برص كده حواليها. على فكرة الخضار دي معايا ما كانش استوى، لان الفرخة استوت يعني استوت جدا جدا، والخضار ما كانش لسه استوى، فحطيته في الصينية مع المرقة دي يكمل سواه وبقى زي الفل، عشان بس لو حد عمله وما استواش ما يرموهوش خسارة. لان انا حطيته في الصينيه تاني وكمل سوا بقى زي الفل، لان البخار ما سوهوش قوي زي يعني سوى الفرخه قبله. برصتها كده زي ما انت شايفين كده، وبعدين بدهنها كده وبقفلها بقى وبغطيها وبحطها على الشبكة كده في الفرن. بنزل الشبكة من تحت كده تحت النار وبحطها بقى وبقلبها كده من كل فترة للتانية كده. اللي يوصل بقى لهنا يا حبايبي ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، يشرفني كده بكومنت حلو ولايك كده وشير لاصحابي لو عجب الفيديو. وشكرا قوي لدعمكم ليا والكومنتاتكم الجميلة. وطبعا ما تنسوش الصلاة على النبي والدعوة الحلوة يا حبايبي كده، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وتسلم ايديكم على كل حاجة حلوة بتعملوها. انا كده دخلتها الفرن يعتبر نص ساعة، وبعد كده طلعتها بقى بقلب الشبكة من الجهة دي للجهة دي، وبزودها مية علشان احنا عايزين البخار هو اللي بيسوي الفرخة. لو لقيتي كده معاكي المية قلت لازم تزودها برضو مية بتغلي تاني، وبتجيبي برضو نفس التتبيلة كده وبتدهني الفرخة كده تاني بعد ما قلبتيها. لازم تدهنيها كده بالتتبيلة اللي معاكي تاني، وبتدخليها برضو الفرن تاني تكمل سوا. وهعمل بقى دلوقتي مكرونة بالشعرية متحمرة. طبعا دي مكرونة طويلة، سباكيتي طويلة. دي لو عندك مكرونة اللي هي الصغيرة عادي هيبقى احسن، بس انا ما كانش عندي الا دي، فبرضو مشيت نفسي بيها يعني، ما وقفتش على حاجة فكسرتها كده. حاولت ان انا اكسرها صغير شوية اكتر من 2 أو 3. وبعد كده هحط معلقتين زيت ومعلقة سمنة في الحلة على النار، وهنزل الاول بالمكرونة هقلبها كده لغاية لما تبدأ تصفر كده. بعد كده هنزل عليها بالشعرية، يعني احمر المكرونة الاول شوية عشان المكرونة بتاخد تحمير اكتر من الشعرية. والفرخة طبعا في الفرن بتكمل سوا. فحبيت بس اغير يعني عن المكرونة اللي بالصلصة، فوالله كانت طعمها حلو قوي، والفرخة كان طعمها تحفة بجد. احلى طعم فراخ مشوية ممكن تعمليه. دلوقتي خلاص المكرونة والشعرية خلاص دخلوا على تحمير زي ما انت شايفة. كان معايا شوربة لازم هصفيها الاول عشان الزيت والسمنة الزيادة خالص ينزلوا. حطيتها في مصفى كده عشان الزيت والسمنة الزيادة دول ينزلوا خالص اهو في الطبق زي ما انت شايفة اهو. بعد كده بقى كان معايا شوربة غليتها وحطيتها على المكرونه، يا دوب غطيتها بقى كده. بس بجد المقطع ده ما خدتش بالي خالص ان هو ما صورش. المهم ان انا حطيت الشوربه على الشعريه والمكرونه، يا دوب غطيتها بس كده، وزودتها كده ملح وفلفل لما الحدق يبقى مظبوط معاكي كده. وهتحطها على النار لما تشرب بقى الشوربه دي خالص، تهدي عليها كده 5 دقايق ولا 10 دقايق كده. لما تستوى خالص تقوم مطفيه عنها بقى. دلوقتي كده هي بتشرب اهي زي الفل ومفلفله خالص وجميله بجد. كان طعمها حلو قوي، والفراخ دي طعمها تحفه. نفسي تجربوها كده وتقولوا رايكم فيها بجد.
كده هي استوت خالص اهيت وبقت حلوة ما شاء الله. يعني ما تطوليش عليها على النار، اول ما بتتشرب بتهدي عليها، اول ما تشرب الشوربة كده تهدي عليها تستوي كمان شوية، وبعد كده 5 دقايق ولا 10 دقايق بالكتير وتطفى عليها على طول. كده خلاص الفراخ طلعت معانا من الفرن. طبعا نقلتها على الشبكة دي عشان الشبكة التانية كانت زي ما قلت لكم بجد مزهقاني قوي لانها كبيرة قوي. وحمرتها تحت الشواية زي ما انتم شايفين اهو باللون الجميل دي. تاخدي برضو من المرقة اللي نازلة دي الحمرة بتاعتها الجميلة دي وتدهنيها كده، بتديها لمعة حلوة قوي. ودي المكرونة بالشعرية هين جميلة ومفلفلة وزي الفل اهي. والفراخ طبعا مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده ولا شيء، وشكلها كده تحفة بجد. وحتة الصدر كده دايبة دوب ومستوية وطرية جدا، وكمان الورك مستوى اكتر واكتر. فبجد يعني كانت اكلة حلوة اوي ووصفة جميلة. يا رب تجربوها. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا اوي لمشاهدتكم وشكرا لوقتكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.